صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو المشلتت وجماله اللي بنعمله في البيت بمنتهى السهولة. دلعي ولادك واعجني واخبزي ودفي البيت كده بالفرن ودلعيهم، احنا في اجازة. واعمليه كأنك بتعملي بيضتين وحتة جبنة على العشاء، اعمليه على الفطار وعلى العشاء بكل سهولة. اوعي تخافي ابدا من اللي بيقولك ده فطير مشلتت بقى، ده صعب ابدا. من هنا ورايح هتعمليه بمنتهى السهولة، وحتى لو كنتِ بتعمليه لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بينا نشوف وصفتنا. كيلو دقيق، عليه معلقة ملح، وهنعاير 3 كوبايتين ونص من المَيّة بالكوباية المعيارية أو بالمَج العادي بتاعنا. هنبتدي نحط المَيّة حبة حبة يا جماعة، مش على بعضيها، لغاية ما عجينتنا كده تطرى في إيدينا وتبدأ تلم كل الدقيق ويتلزق كده في إيدينا. هنبدأ كده نعجن وكده في اللحظة ديّة إحنا بس بنلم كده الدقيق مش أكتر، لسه مرحلة العجن ما جاتش. هنبتدي كده يا جماعة زي ما أنتم شايفين نحط المَيّة. برضه أنا احتجت على فكرة على الكوبايتين ونُص دول نُص كوباية مَيّة هتشوفيها بعد شوية، بس على فكرة يا جماعة ده بيختلف من دقيق للتاني. أنا هاوريكِ العجينة شكلها إيه عشان ما تقلقيش من فكرة المَيّة والعيار. يعني أنا يعني في الفطير المشلتت ما أنتيش محتاجة عيار، أنتِ محتاجة تحسي العجينة طرية. أنا هاقول لِك بالضبط هتبقى إزاي. فهتشوفي بالضبط أنتِ هتمشّي مَيّتِك حبّة حبّة لغاية ما توصلي للسُمك اللي إحنا عايزينه، من الآخر كده من غير معيار يعني. لكن برضه الكيلو أنا حطيت عليه كوبايتين ونُص، واحتجت نُص كوباية مَيّة هنستخدمها بعد شوية. هنبدأ نلم كده العجينة اللي أنتِ شايفاها كده عمّالة تلزق في إيدي. إذًا كده العجينة خلاص حطينا كل مَيّتنا، وهنبتدي نركنها. لو أنتِ ما لكيش في العجن اركنيها بعد ما لمِّت من المَيّة بس. بعد ما تركنيها ربع ساعة هترجعي لها تاني هتلاقيها ملبن في إيدِك. ما تقلقيش خالص وهتلاقيها بقت طرية وتعرفي تعجنيها وتلتيها بمنتهى السهولة. هنا هنبتدي نحط نُص كوباية المَيّة اللي أنا قُلت لكم عليه، بس مش هاحطه بقى يا جماعة دلق بقى خلاص. أنا هنا هاحط إيدي كده في بُق المَيّة وارجع أعجن عجينتي، أحط إيدي في المَيّة وارجع ألِت كده واعجن. وبُصّي اضبطي في العجن كده وطلّعي كل زهقِك كده وكل طاقتِك فيها، ماشي. لإن طبعًا حتة العجن دي بقى يا جماعة بتخلّي العرق بتاع العجينة بتاعتنا كده تبقى جميلة وبتمُط معانا، عشان لمّا نفردها تريحنا وتبقى سهلة. تمام. هنا بقى قعدنا نلِت ونعجن ونطلّع كده غِلّنا كده وقرفنا كُلّه، ماشي، لغاية ما خلّصنا والعجينة بقت عسل كده وجميلة زي ما أنتم شايفين. العجينة يا جماعة هابان لكم طرية يا جماعة، عجينة المشلتت لازم تبقى طرية. ماشي، تبقى طرية لدرجة إن هي بتلزّق. في ناس بتقول لِك عجينة المشلتت بتبقى يابسة، يا جماعة لو يابسة هيطلع أصلًا ناشف. ده حتى في البيتزا أنا باعمل العجينة بتبقى طرية ملبن عشان تطلّع لِك البيتزا طرية. فيعني العجينة بتاعة المشلتت عشان يبقى طري كده وجميل معاكِ وما يعملش حروف لازم تبقى طرية. بتلزّق إزاي يا جماعة؟ بتلزّق في إيدِك إزاي؟ أنا وريتِك السُمك أهو. تمام. ما تخافيش بقى من معيار المَيّة خالص. كده خلّصناها ولتّيناها كده وضبّطناها، هنركنها بقى ونريّحها كده ربع ساعة بعد يا عيني ما شافت مننا الضرب كُلّه. نريّحها ونركنها الربع ساعة ونرجع لها تاني نبدأ نقطّع. أنا هاقطّع يا جماعة الفطير المشلتت النهارده بكذا طريقة. أنا شُفت طُرق كتير وهاقول لكم رأيي في كل الطُرق. ماشي. هنبدأ كده ندهن صينيتنا أو الصاج بتاعنا كده بشوية زيت حلوين، ونبدأ بقى نرص العجينة بتاعتنا. في طرق كده يا جماعة بنحتاج فيها لكذا قطعة، ماشي، وفي طرق بتحتاجي فيها للقطعة الكبيرة. هنا هنبدأ أول طريقة اللي بنحتاج فيها يعني الكورة تبقى كبيرة وهي هنشتغل فيها على بعضها، الكورة كبيرة على بعضها. دي أول طريقة في الفرد. برضه ما فيش مانع خالص إنِّك لو بتتعبي وبتزهقي من فرد الفطيرة على الزيت بقى فبترجع منِّك وتزهقِك في الفرد، رشي رشة دقيق خفيفة خالص وافرديها. ما تقلقيش خالص إنه يقول لِك الدقيق هينشفه، لأ، لإن إحنا أصلًا عجينتنا لينة طرية، فما تقلقيش. رشي رشة الدقيق وابدئي افردي. هتفردي هنا عجينتِك كده بالشكل دوّة عشان إحنا هنعملها بطريقة الرول.
ماشي. فهنا هنبدأ نفردها على شكل مربع. جات معاكِ مربع ماشي، أنا ما جاتش معايا مربع مضبوط أوي، أنا باشوف ناس ما شاء الله شيفات ربنا يديهم الصحة، ما شاء الله عليهم يعني بيطلّعوا الحاجة بالورقة والقلم، بس إحنا بنعمل في البيت، ما تصعّبيهاش على نفسِك، خلّي الدنيا كده سهلة وجميلة. ما فيش مش لازم تطلع زي ما الشيف اللي شُفتيه بالضبط، أصله مطلّعها مربعة، لأ أنا مش هاطلّعها مربعة، وهتطلع زي الفل وهتطلع فطيرة زي العسل. فما تشغليش نفسِك بالتريكات الصغيّرة، أهم حاجة أساسياتِك مضبوطة خلاص. هنا هنبدأ نفردها في الحتّة دي يا جماعة. معلش أنا باتكلّم كتير، معلش حاسة كده. الحتّة دي يا جماعة أنا كنت محتاجة أفردها زيادة شوية. يعني أنا هنا ما فردتش أوي، أنا حسّيت إن العجينة كانت تخينة، فأنا هنا غلطت، لأ عجينتِك لازم ترق شوية عن كده. بس أنا معلش المساحة اللي أنا واخداها والله إيه مش يعني المساحة اللي أنا باشتغل عليها مش مريحاني للأسف الشديد يعني، حتى أنتم هتلاحظوا بقية الفيديو هي كلّها مش مريحاني، مش مدياني مساحتي، على ما أجيب بس كده ترابيزة تريحني كده بإذن الله في الشغل. هنا هنبتدي بقى ندهن. على فكرة إحنا احتاجنا لكوباية معيارية من الزبدة البلدي، أنا استخدمت زبدة بلدي، عايزة تستخدمي سمنة استخدمي، عايزة تستخدمي فرن استخدمي، عايزة تستخدمي أي زبدة استخدميها، والسمنة كمان ما عندكيش غيرها استخدميها، على فكرة يعني، أنا مش مع الناس اللي بتقول لِك لأ ده لازم الحاجة الفلانية بعينها، كله هيضبط لِك الدنيا، بس تحطي بقى الزبدة حبة حلوين زي ما أنتِ شايفاهم كده. هنبدأ كده نلف الرول بتاعنا زي ما أنتِ شايفة كده. واحدة، واحدة نلفّها ونطلع بمنتهى السهولة. خلّصنا هنبدأ بقى نقطّع، بس قبل ما نقطّع لازم نقفّلها كويس ودي نقطة مهمة، لازم نروح مقفّلينها كويس زي ما أنتم شايفين كده. هنقفّلها ونبدأ نفردها كده بإيدينا، تمُطّيها كده كإنِّك بتمُطّي الأستك عشان تفرديها، لو هي تخينة شوية فتبدئي يعني تدّيها طول وتضبط معاكِ عشان تقدري كمان تقطّعيها العدد اللي أنتِ عايزاه. أهي إحنا بنمُطّها كده كإنّها أستك بالضبط، اضبطيها وتبقى كلّها سُمك إلى حدٍ ما سُمك واحد، وتروحي مقطّعاها قطع قد بعضيها. وبعدين تروحي رصّاها. على فكرة أنا ما ريّحتش العجينة خالص بعد ما قطّعتها، ما كانش عندي وقت معلش يعني ظروف الوقت اللي أنا كنت فيه ما كانش عندي وقت، لكن أنتِ لو عندِك وقت ريّحي عجينتِك، حلاوتها ترتاح بعد ما تقطّعيها، هتفرق معاكِ أحلى وأحلى. أنا على فكرة ما ريّحتهاش وطلعت زي الفل، بس هتعلّي معاكِ في الخبيز، هتريّحِك وتطلّع لِك المشلتت بقى واو تحفة. هنبدأ هنا في الطريقة التانية، إحنا عملنا الرول يا جماعة وقطّعناه وركناه، ماشي؟ هنا هنبتدي في الطريقة التانية، هنبتدي هنا نعمل الطريقة بقى التانية يا جماعة، طريقة التقطيع اللي أنتِ هتشوفيها دلوقتي دي، تمام؟ دي طريقة برضه على فكرة جميلة، أنا شُفتها برضه جميلة على فكرة، يعني عجبتني وعجبني الفطيرة اللي طالعة منها، الفطيرة اللي طالعة منها هاوريها لكم هي كانت أحلى فطيرة. بأمانة كانت مورّقة جدًا وضابطة، على فكرة أنا باقول لكم اللي أنا شُفته في اللي أنا عملته، وأنتِ ليكِ الحرية في الآخر، أنا حبيت أعمل كل الطرق وأنتِ ليكِ الحرية. هنبتدي زي ما أنتِ شايفة كده تاخدي الطرف مع الطرف، وتاخدي الحتّة اللي فوق عليهم زي ما أنتِ شايفة كده، ماشي؟ هنبتدي بقى أهو، تاخدي برضه الطرف والطرف التاني قدّامه، تمام؟ وبعدين تبدئي زي ما أنتِ شايفة كده، الطرف على الطرف برضه. تمام، هنبتدي تعملي الحركة دي لغاية ما تخلّصي عجينتِك، دي يا جماعة أنا كنت شايفاها أحلى فطيرة طالعة، كانت جميلة أوي، يعني مضبوطة ومورّقة ورقها كتير بأمانة، فأنا باقول لِك رأيي في كل تقطيعة، معلش لو باتكلم كتير يا جماعة، أنا باحاول أوصّل لِك كل طرق الفرد وتوصلي لأحلى واحدة. جرّبي اللي أنا باقول لِك إن دي كانت أحلى واحدة طالعة، حطيناهم أهو. أنا هابتدي على طول بُصّي هالمّعها كده بالزيت زي ما أنتِ شايفة كده، ماشي، وهابتدي على طول أفرد، يعني أنا على طول هابتدي أفرد. هنبتدي الأول في الرول، هنمسك أول واحدة لو أنتِ بقى إحنا في الشتا طبعًا والدنيا ساقعة، لو أنتِ في الصيف قفّلي الجوانب بتاع الرول، معلش لو أنا فاتتني الحتّة دي بس أنا باقولها لكم بالبُق بس إيه، من غير ما أورّيها لكم عملي، يا ريت تبقوا فاهمينّي. الرول دوّة يا جماعة مفتّح من الجناب، مبيّن اللفّات، لو أنتِ في الصيف قفّلي الجناب بتاعتِك عشان ما تطلّعش زبدتِك منها.
لان في الصيف الحاجات دي بتبقى سايحه ونايحه. ماشي يا جماعه، تعبيراتي غريبه الشكل مش عارف. المهم سايحه ونايحه كده، هتبقى في الصيف. لا يبقى انا بقى عشان في الشتاء انا ما قفلتهاش. تمام. هنبتدي كده نحط زبدتنا برضو عليها، وبعدين نقفل بمنتهى السهوله. ماشي. زبدتك طبعا حته حلوه كده. معلش انا برضو بعمل من ايدي يا جماعه، ولادي علقولي، بس انا على فكره ما عرفتش اعملها بالمعلقه، يعني حسيت ان انا مرتاحه، انا ايديا زي الفل والله. وكلنا على فكره اغلبنا بنعمل كده في البيت، يعني بحس ان انا بظبطها وبوزع الزبده كويس. تمام. برضو انا بوريكم الفرده تاني. تمام. هنبدا نفردهم بقى كلهم ونظبطهم. وعلى فكره وانتي بتفرديهم حطيتي الزبده، هتلاقي وانتي بتقفليها كده وبتكوريها هتلاقيها ما بتتقفلش معاكي قوي وانتي بتكوريها. ما تقلقيش، اصل هي مليانه زبده، مليانه زبده، هتقفل معاكي ازاي؟ بصي بصي احنا لميناها اهو، بنبتدي نكورها بقى من ورا، هتحسي ان هي ما بتتكو يعني ما بتتلمش قوي. ما تقلقيش، اصل هي مليانه زبده، بس هي هتقفل معاكي وهتستوي وهتبقى فطيره زي الفل. دي فطاير صغيره كده كانت ميني كده. ماشي. هنا هنبتدي بقى يا جماعه نخش على الطريقه الثالثه. ماشي. الصينيه اللي فاتت دي بقى كلها جاهزه على الفرد، انا سبتها بقى تركن شويه، ترتاح شويه عشان هتبقى واقفه على الفرد وتخش الفرن. هنا هنبتدي الطريقه الثالثه بتاعتنا. هنبتدي نفرد زي ما انت شايفه كده، فرد 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 فرد. حطيت انا شويه زيت، انا في المره الاولانيه وريت لك بالدقيق. ماشي. وقلت لك الدقيق طبعا هيريحك لانه مش هيتعبك ابدا، وهتخلي العجينه بتاعتك بتتفرد بمنتهى السهوله. لكن الزيت، بصي العجينه برضو مرتاحه، العجينه لا رجعت قطعت، ما تقلقيش على فكره، ما تشغليش نفسك بالتقطيع ده خالص. طالما القطعه دي جوه البتاع من جوه الفطيره من جوه، ما تشغليش نفسك ولا تقلقي. دي طريقه المنديل يا جماعه، ودي طريقه ماما حبيبتي على فكره، اللي انا متربيه عليها. دي اول حاجه انا كنت بعملها قبل ما اشوف لا فيديوهات بقى ولا اشوف طرق جديده ولا ترندات. تمام. هنبتدي نفرد برضو. ماشي. الطريقه دي بقى معلش انا بما اني كنت عامله كيلو، فدي انت لو عندك بقى عامله ما شاء الله كميه، خدي لك بقى الفطيره مثلا تبقى تلات اربع مناديل كده جوه بعض. ماشي. ومعاهم كبيره كده تروح لماهم. لكن انا عشان كنت عامله كميه صغيره، فانا بصوا انا عملت منديلين يا جماعه. وهنا بقى دي الاتنين دول هما اللي هيلموا كل منديل، يعني هتبقى الواحدة زي ما انت شايفة كده، عملنا منديل واحد ومنديل التاني. دي بقى اللي هنحط جواها المنديل. حاولي بقدر الامكان اللي انت بتحطي جواها المنديل دي تبقى سليمة، ما تبقاش مقطعة بقدر الامكان. قطعت معاكي برضو ما تشغليش نفسك، يعني برضو عادي كله والله بيتفرد وبيبقى زي الفل. بوزع زبدتي برضو، انا بوزعها بايدي بقول لكم يا جماعه، لان انا حاسه ان انا بوزع الزبده بايدي افضل من المعلقه. بصي حطيت المنديل قفلت. بصي كده فطرتك خلاص، برضو هتطلع ميني، هتبقى ميني. لكن انت لو عامله كميه بقى كبيره، هتاخدي بقى منديل جوه منديل جوه منديل، وتجيبي بقى في الاخر بقى الكبيره كده، تحاولي بقدر الامكان ما تتقطعش وتروحي لفه جواها، تبقى فطرتك ما شاء الله كبيره. لكن دي برضو تعتبر ميني، ده معلش منديل وعليه اللي مغطياه من بره، يعني يا دوبك اتنين، فعشان كده طلعت صغيره. الطريقه دي برضو من الطرق الجميله جدا يا جماعه. ماشي. فردناها برضو، بصي اتفردت جميله ازاي. البقابيق دي يا جماعه دليل ان عجينتك جميله ومظبوطه. هنبتدي بقى، بصي قفلنا، دي خلاص كده برضو جاهزه اهو. انا هسيبها برضو ترتاح. بصي بنكورها برضو، بنقفلها وبنظبطها كده من تحت، وما تقلقيش لو ما قفلتش يا جماعه، الزبده واللي محطوطه فيها هي اللي بتخليها ما تقفلش، لكن هتبقى زي الفل. هنبتدي الطريقه الرابعه. الطريقه دي يا جماعه عايزه كميه. انا بقول لكم كل ملاحظاتي على الطرق. عايزه كميه، هتعملي كميه يعني، ولا مثلا انا مش عايزه اقول لك مثلا 10 وحدات فوق بعض، لان الطريقه دي انت بتحطي الفطيره، بصي وحدات فوق بعضيها، وحدات فوق بعضيها، وحدات فوق بعضيها. الطريقه دي يا جماعه لو انت عامله كميه كبيره لا يقل عن 10 وحدات فوق بعض، غير كده الفطيره بتاعتك مش هتبقى حلوه. انا بديكم ملاحظات يا جماعه عن تجربه، عايزة تجربيها جربيها، بس جربيها في عدد هتطلع مظبوط، مش أقل من 10 كور. تروحي فرداهم وما بينهم الزبدة، وتروحي مقفلة من الجوانب تقفيلة صغيرة. لأن أنا هنا كنت عاملة 4، أنا حسيت ما بقتش عارفة وأنا بقفلها، أنت هتلاحظي دلوقتي حسيت وأنا بقفلها إن هي
مش مضبوطة، هي عايزة كمية تبقى تحسّي إن في حاجة في طبقات تحت بعضيها تسند معاكِ وأنتِ بتلمّي العجينة من الجوانب، أنتم فاهمينّي؟ إنّما لو كمية صغيّرة زي اللي أنا عاملاها دي يبقى باستبعدي الطريقة دي تمامًا، تمام؟ ده برضه رأيي وجرّبي. تمام، إحنا بُصّوا وأنا بالِم يا جماعة أنا مش لاقية، ما فيش حاجة ساندة، لإن دول يعني دول 4 بس صغيّرين، ولذلك رُحت لمّاها من تحت بقى عشان أحاول أضبّطها و و و و وأضبطها إلى حدٍ ما، إنّما شوفي دي بقى لو 10 مثلًا كِوَر فوق بعض هتلاقيها محمّلة معاكِ وهتضبط معاكِ، تمام؟ هنا هنبتدي يا جماعة نفرد أول فطيرة إحنا عملناها اللي كانت مع الرول. اللي هي كانت عبارة عن مربعات لو تفتكروها يعني، الطريقة اللي أنا قُلت لكم عليها جميلة. بُصّوا العجينة بقى لمّا ارتاحت بقى بُصّوا منظرها جميلة، يعني زبدة كده، والله تحسّي إن أنتِ عايزة تاكليها من منظرها بس كده، العجينة جميلة يا جماعة وبتلمع وضابطة ومنفّخة كده وجميلة. على فكرة كوباية الزبدة اللي أنا استخدمتها ما استخدمتش فوقيها لكل الكيلو. لكل الكيلو فعليًا، يعني أنا يمكن بس بُق الزيت اللي أنا كنت بافرد بيه ولا أكتر ولا أقل، وما تكتّريش في الزيت يا جماعة عشان ما ينشفش بعد إذنكم، ودايمًا وأنتِ بتفردي معلش أنا نسيت اتّكي على الأطراف يا جماعة عشان ما تخلّيش أطراف الفطيرة عندِك تنشف، اتّكي على الأفراد افرديها، على الأطراف، افردي كويس الأطراف يا جماعة، ما نسيبهاش تخينة ونفرد بس من جوّه. هنا فردنا كل العجينة، طبعًا دول كُلّه الميني، ما أقدرش أفردهم أكتر من كده عشان ما يرقوش وينشفوا، لإنّهم ميني، يا دوبك أنا اتّكيت عليهم بس بسيط بإيدي بس كده. هنا بافرد الزبدة على الوش عشان تدّيكِ بقى الوش الجميل التحفة اللي هو يبقى لونه حلو كده في الفرن. على فكرة ده فرن كهربا يا جماعة ومعلش على شكله يعني لإن الفرن ده معايا من يوم ما اتجوّزت يعني، قديم جدًا بس جميل. بتولّعوا فرنكم من فوق ومن تحت. ولازم فرنِك يبقى سُخن، سُخن ما بياخدش أكتر من 10 دقايق. التسوية يا جماعة في الطاسة أنا جرّبت لكم في الطاسة حلوة، بس بيزوّد دسامة الفطير، عن رأيي، حلوة بس بتحطّيه كده زي ما أنتِ وما تحطّيش زبدة يا جماعة بعد إذنكم في الطاسة، هيحرقه لكم عن تجربة، شوية زيت صغيّرين وتحطّي وتغطّي وتقلّبي. تمام، لكن أنا ما بارجّحش الطاسة، ولّعي فرنِك وسخّنيه كويس أوي، على ما فطيرتِك ت ت ت ترفع وترتاح، تروحي فرداها وحاطّاها في الفرن من فوق ومن تحت شغّال والع، وهتلاقي أحلى فطيرة طالعة لِك. تمام، ده الفطير يا جماعة ده كان في الفرن برضه، أحلى فطير اللي كان في الفرن، خفيف يا جماعة لإن أنتِ بتضطري تحطّي في الطاسة زيت. فيعني دي نصيحة برضه، الفطير يا جماعة مورّق وجميل، خدوا بالنصايح اللي أنا قُلتها لكم، وأنا بارجّح لكم في الفرن أحسن من الطاسة، على فكرة وما بياخدش وقت طالما مسخّنة الفرن ومولّعة من فوق ومن تحت، ما تقلقيش أبدًا من اللي بيخوّفِك من الفرن ويقول لِك الطاسة أسرع، لأ الطاسة بتشرب زيت معاكِ فوق الدهون اللي جوّه الفطير، بتحسّي إنه دسم كده، منظر فطير مورّق تحفة، دي على فكرة الفطيرة أحسن فطيرة اللي كانت بطريقة المربعات. يا رب الوصفة تكون عاجباكم، أشوفكم